السلام عليكم. مستمرين وياكم نبين حقيقة هذه الديانة المنحرفة، ديانة التشيع التي لا تمد للإسلام بأي صلة. واليوم راح نبين لكم من خلال فيديو يمكن شفتوه قبل، ولكن اليوم اجاني أوضح شنو اللي يصير بالزيارة الأربعينية، شنو اللي يصير بالخيمات، خيمات المواكب، شنو ليش قلنا نسميهم ولد الزائرات. هذا اللي يصير ويا الزوار، وهذا اللي يصير بالزائرات من خلال هذا المقطع اللي راح أعرض لكم إياه. تعالوا شوفوا. السلام عليكم. وين داومك؟ هاي منين لك المرة؟ حبيبي منين لك المرة؟ المرة منين لك؟ حبيبتي هاي الهوية. ها؟ حبيبتي هاي الهوية. هويتك؟ حبيبتي هاي الهوية موجودين. حبيبتك؟ حبيبتك شنو يعني؟ ها؟ شلون؟ ما سمعت. اصورك شنو؟ ها؟ شنو يعني قصدك؟ ايه؟ وين تاخذني؟ وين تاخذني؟ ها؟ وين تاخذني؟ ها؟ شلون؟ منين السجن؟ هو قاعد. ها؟ اصورك شلون؟ هذا مود نشرك واضحك فضيحه. انت وهاي الحبابه. حبيبتك شلون مسيطر الحقير. جهير. كوني غشتك يا حسين ابو فاضل العباس. كون الله لا يسلمك، لا انت ولا هي. مو خوشوان. مو خوشوان سعيد. هسه شوف انا عرفتك وصورتك وراح انشرك. هسه شوف. فوج الاول، فوج الزراب. كان على ابوك من ما طلعت، ابن الكلب. سايب. ولا بربوق دايحه سايب، مسلمه روحه بحضن ذوله البربوق. سياب. انا على ابوهم لو منين ما طلعوا، ثياب نعم على والديك. شوف بالمواكب يسوون زين اولاد الحرام، عسكري. نعم على والديه. بدل نسوان يقربوا لها ما ادري قواويد ما ادري. هذه حقيقة ما يحصل في خيم المواكب والزيارات الأربعينية بالزوار وبالزائرات بالأخص. لهذا السبب أتباع هذه الديانة قاموا بتهديدنا ومحاولين تكميم أفواهنا حتى لا نفضح هذه الديانة، وسيطروا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال دعم دولي، لأنه هذه الديانة يراد لها أن تحل محل الإسلام. عرفتوا ليش اليوم هم شوكتهم قوية؟ لأنه يريدون هذا الدين أن يحلوا محل الإسلام. فهذه أفضل طريقة لمحاربة الإسلام والمسلمين من خلال هذه الديانة المنحرفة عقائديا وأخلاقيا واجتماعيا. فايش تترجون بعد؟ بس احنا إن شاء الله مستمرين وما نتوقف بالرغم من التهديدات اللي يقومون فيها ولد الزائرة تجاهنا واتجاه كل من عنده محتوى لفضح هذه الديانة.